سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله الأخ سعيد السعيدي. أهلا سيدنا، أهلا بيك. أنا موالي من مصر وصديق معكم وأحبابنا نسلم عليكم. وعليكم السلام، أهلا فيك. أنتم من لبنان؟ لا، عراق. عراق. أنا كنت أتكلم مع بعض الموالين عن السيد السيستاني. نعم. بقول يعني لماذا السيد السيستاني لا يقوم بعمل برنامج في رمضان؟ يعني لو مدته 5 دقائق، عندنا أكثر من 200 قناة موالية، بحيث إن احنا نستفيد إيه؟ منه. يسوي برنامج في رمضان كده نستفيد منه 5 دقائق فقط. أنت شو اسمك؟ أنا الحقيقي رامي عيسى، وهنا آه. رامي. تعرفني؟ رامي. تعرفني؟ أعرفك. أعرفك من خلال حلقات ذي الفقار المغربي. والله طلبت ذو الفقار المغربي دلدول كريمة أي تعالى للمناظرات، وبعد كده انتكس ومسح لكم المقاطع كلها من على قناته، وطلبناه أكثر من مرة للمناظرات هو وأتباعه. في الآخر طلع مراته بالبنطال يصطاد بها شباب قريش بعد ما طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. طب بما إنك عرفتني يا سعيد الساعدي، ليه ما سألتش نفسك ليه السيستاني مختفي دائما؟ لا، مو مختلف، أنا من الناس. أنا زرت البيت عدة مرات. أنا من الناس. طيب جميل. هل سألت السيستاني سؤال فقهي؟ على شنو أسئلة؟ مش يعني احنا لا شفنا له لا محاضرات دينيه، لا صلاه جمعه ولا جماعات، لا مقاطع صوتيه، لا تغريد. هو ليه ما بيخرجش يصلي الجمعه مع الناس؟ اكو عنا وكلاء واكو ناس. ما شاء الله. يعني ممكن الصلاه يوكل واحد يصلي عنه. اطلع بقى يا عم انت صلي عنه الجمعه، علشان انا كنت سهران امبارح لحد الساعه 3 بالليل وعايز انام بقى، لكن الجمعه هستيقظ من النوم يخلي وكيله يعني يصلي عنه الجمعه. يا عم صلاه الجمعه والجماعات يكو بها ما بشي. ليش شنو يعني؟ الفرق؟ يعني اذا هو صلى واذا الوكيل ما له صلى، شو الفرق؟ لا يا حبيبي لازم يصلي. يعني ايه الصلاه كمان نيابه هتجيب واحد يصلي عنه؟ يعني هو اول شيء رجل طاعن بالسن، رجل كبير قبل ما يطعن في السن. انا عارف انه عنده 93 سنه دلوقتي. يا عم بيقابل البابا هوت وبيبقى واقف وكل يكلمه يعمل له كده. فانا بقول دلوقتي قبل ما يطعن في السن ما شفناهوش خالص. انت شفته مره في الكربلاء او في النجف؟ اخي انت شوف، اذا عندك اشكال شرعي او عندك مساله، انت ليش تروح للمراجع؟ امال اسال مين؟ انت ليش تروح للمراجع؟ يعني اكو عندنا علماء، اكو كتب، اكو ناس. والله يا حبيبي كتب اهي ورايا، اهي كتب الشيعة ورايا اهي. ده رقم واحد. رقم اتنين، اتصلت على اكتر من 3500 شخص. عندي اكثر من 3500. احنا داخلين دلوقتي 3600 وشويه. فدلوقتي الاتصالات عدت الاف يا حبيبي، الاف. لا علماء بيجيبوا ولا معممين بيجيبوا ولا مراجع، كله بيتهرب. فانا شفتك حاطط صوره سيد فكرتك سيد وقلت يمكن انت تجيبني. ليش يتهرب؟ ايش يتهرب؟ بتهرب من مين؟ بحوثات وكتبه مطروحه وفتاويه مطروحه. الله. فين كتب السيستاني بالله عليك؟ قول لي ليه السيستاني ما عندوش كتب؟ ده عنده كتاب الراصد في علم الاصول، وطلع فضيحه. اليعقوبي طلع عليه فضايح في كتاب الراصد وبين جهله. ده رقم واحد. رقم اتنين، قول لي ليه ما عندوش مؤلفات في قضيه امامك المهدي؟ هل هو لا يؤمن بالمهدي؟ ايه؟ يسب طعن. لا انا ما بسبش، انا بقول لك ده المرجع اليعقوبي اللي تكلم عنه كده. انت ابحث عن دين الشيعة، شوف دين الشيعة، اكو كتب، اكو خطباء، اكو مناظرين. انت ليش يعني تروح للناس البسيطة او يا هو انا كل ما اتصل على واحد يقول لي بسيط. يا عم قلت لك ناظرنا والكتب ورايا. انت بتدفع الخمس يا حجي؟ احكي ايه؟ تدفع الخمس لمين؟ البيت مال المسلمين. الله. مين اللي قالك تدفعوا البيت مال المسلمين ما تدفعوش للمرجع؟ هو بامر المرجع دفع المال، البيت مال المسلمين. فين بيت مال المسلمين ده؟ مين اللي قايم عليه؟ موجود قائمه عليه. عندنا مؤسسات دينيه هواي قائمه عليه. ومين اللي قايم؟ بيوت للفقراء. الله بحب انا الحته الاخيره ديت. بياخد بقى الفلوس يوديها للفقراء. يا حجي والله العظيم انا كنت مشغل دلوقتي المرجع السيد محمد، المرجع السيد احمد الحسني بيقول لك. بص بيقول لك الخمس بيروح فين. اسمع كده. مليونير. وليس محمد رضا السيستاني مليونير؟ محمد رضا السيستاني مليونير منين؟ الان في البنوك الاجنبيه يملكون المليارات الدولارات. في البنوك الاجنبيه بيملك مليارات الدولارات ابن السيد السيستاني، وده مرجع اللي بيتكلم مش سني. على حساب العمال والفلاحين والفقراء والجياع في العراق. على حساب العمال والفلاحين والفقراء والجياع في العراق. يقول لك فين الخمس؟ يقول لك رايح للمرجع.
وهو رايح يحج سعيد السعيدي زي ما انت شفت اهوت بيروح في بطن ابن السيء السيستاني بقى حتى اصبح ملياردير. اتفضل. يابا قاعد في بيت اجار الرجال. الله على الورع، السيستاني قاعد في بيت ايجار وبنته عندها فيلتين. طب اسمع كده، اسمع معلش بقى، لا دام انت بتقول قاعد في ايجار، اسمع كده، اسمع ماذا يقول هنا. بنات السيد، حفيدات السيد، احفاد السيد السيستاني، وانتم وغيركم، البنايات الضخمه التي اشتريت بهذه الاموال الطائله، لو حذفتم شيئا بدل ان يشترى مثلا بنايات ضخمه اشتريت من ابناء السيد وحفيدات السيد في بريطانيا، واحنا عرضنا الكلام دوت يا حجي، ايه رايك؟ خلاك تنهزم كهزيمه عائشه بحرب الجمل. ايوه، عجزنا بدانا نطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، عجزنا بدانا نطعن في عرض النبي. عائشه ارجعها الامام علي معززه مكرمه لانها لم تخرج للقتال ولانها ام المؤمنين. اما نرجس كانت بتقفز في بيوت النخاسين، في بيوت كانت الاول عند بشر النخاس، وبعدين كانت بتقفز في بيوت العلويين كما قال الزنديق احمد سلمان. دعستك اهو في النقطه دي عشان ما تهربش تاني. قول لي بقى، السيستاني خد فلوسكم باعتراف هذا الزنديق برضه، ما هو ده رافضي، خد فلوسكم واولاده خدوها وبنوا بيها البنايات. قول لي انت فين الخمس يا حبيبي دوت، راح فين؟ هرب وسكر ورب الكعبه. ليه بقى بعد ما ساب؟ قال لك ما انا لازم اسب زوجة محمد علشان يسيبني، لازم اسب عرض النبي عشان يسيبني. ما هو انا طلع السيستاني بيضربني على جفايا وبياخد مني الخمس، فبعد ما اتفضحت واخذ مني الخمس السيستاني لازم اتكشفت امام هؤلاء، فاسوي ايش؟ خلاص خليني ساكت بقى، خليني اسب في عرض محمد عشان يسيبني صلى الله عليه وسلم. كان معكم الزنديق مسمي نفسه سعيد السعيدي. شفتم خمس الشيعة بيروح فين؟ رأيتم يا شيعة خمسكم أين يذهب؟ علمتم أن السيستاني لص ويقول لك بياخد الفلوس لبيت المال، بيت المال ببنته وحفيداته. كان معكم سعيد السعيدي من العراق. أقل ما تفعله الآن بعد هذا الفيديو أن تضغط إعجاب وتشارك رابط الفيديو، ولا تنسى أن تشغل الإشعارات كي يصلك كل ما هو جديد.